يا أهلا بيكم. هعمل معاكم النهاردة أكلة من الأكلات السهلة جدا. هنعمل الجلاش بالجبنة، بس هنعمله بقى إيه بطريقة حلوة قوي، ما بتاخدش وقت خالص في تحضيرها، ومش هنحتاج فيها إننا نفرد طبقات وندهن بين كل طبقة والتانية سمنة ولا أي حاجة من الحاجات دي خالص. وهنعمل كمان صوص هنسقيها بيه، بيخليها هشة من بره وطرية من جوه، وبيبقى طعمها تحفة. الجلاش بالطريقة دي بيتعمل في أقل من 5 دقايق، وبندخله الفرن على طول. يلا بينا نعمله مع بعض. بس ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير، وإذا كنتم جداد على القناة يسعدني اشتراككم ووجودكم معايا فيها. أول حاجة هنعملها هنجيب لفة الجلاش، وزي ما هي ملفوفة كده هنستعملها. هنقسمها الأول لنصين، وهناخد كل نص منهم هنقطعه لوحده. عايزين نقطعه لشرايح بالشكل ده. وفي طريقتين ممكن نعمل بيهم الجلاش. بعد ما نقطعه بالشكل ده ونفكه خالص من بعضه، هناخد نص كمية السمنة نسيحها ونحطها على الجلاش ونقلبها فيه كويس قوي. أو ممكن تعملوها زي ما هعملها كده بالظبط دلوقتي. الطريقتين نتيجتهم واحدة، الأسهل بالنسبة لكم اعملوه. وهنفك بقى الجلاش كله من بعضه كويس قوي، بس برضو خلوا كل نص محطوط لوحده. وهنجيب الصينية هندهنها كويس بالسمنة، وهناخد النص الأولاني ونفرده في قاعدة الصينية يغطيها كلها، وعليها هنحط الحشوة اللي احنا عايزينها. ممكن طبعا تعملوها بميكس جبن بس، أو تعملوها بجبنة فيتا مع بقدونس أو نعناع. ممكن تحطوا حشوة لحمة أو فراخ، اللي يعجبكم حطوه. أنا هعملها دلوقتي بالجبنة والخضار والبسطرمة. المكونات دي مع بعضها بتدي للجلاش طعم حلو قوي. قطعت 3 أو 4 وحدات من الفلفل الرومي، قطعتهم لشرايح رفيعة. وشوية من الزيتون الأخضر أو الأسود برضو هقطعه لشرايح رفيعة. وهحط عليهم شوية من البسطرمة. ممكن تستعملوا روز بيف لو حابين بدل البسطرمة، برضو بيبقى طعمه حلو، أو سلامي. كل الحاجات دي بتليق مع الخضار والجبنة. وهحط كمان شوية من الجبن شيدر أو جبنة موتزاريلا. أي شوية جبن، ممكن جبنة رومي. أي شوية جبن موجودين عندنا في البيت هنستعملهم. وهنرجع نحط على الحشوة النص التاني من الجلاش، وعايزين بقى نغطي بيه الحشوة كلها. وهنسيبها على جنب شوية ونجهز الصوص اللي هنسقيها بيه. هنحتاج بيضة واحدة بس، وممكن لو مش حابين تحطوها تستغنوا عنها، هي مش هتفرق كتير قوي مع الجلاش. وهنحط عليها كوباية من الحليب، ونص كوباية من السمنة السايحة. ممكن تستعملوها سمنة على زبدة، أو سمنة مع زيت زي ما يعجبكم. ومعلقتين كبار من الزبادي، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وبيها احنا بنقدر نستغنى عن البيض لأنها بتعمل نفس مفعوله. ونص معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض أو الأسمر. وهنقلب بقى الخليط ده مع بعضه كويس قوي لحد ما نلاقي البيض اختفى تماما. مش عايزين البيض يبقى موجود خالص في قلب الخليط. وهناخد الخليط ونسقي بيه الجلاش، عايزينه يغطي وش الجلاش كله. بسباتشولا كده هندوس بالراحة على الجلاش عشان نتأكد ان كله متغطي بالصوص. واختياري اللي حابب هنحط على الوش اي شوية من الجبن. انا حطيت شوية من الجبنة الموتزاريلا، وزعتهم على الوش كله. وهنرش كمان على الوش شوية من حبة البركة، شوية من السمسم، بيدوا طعم حلو قوي للجلاش. ممكن لو مش حابين تستغنوا عنهم خالص. وهندخلها فرن هنكون مسخنينه كويس قوي على أعلى درجة. هنحطها في الرف الأوسط، ونسيبها لحد ما تستوي كويس من جوه وتتحمر بالشكل ده. أو ممكن أول ما نلاقيها اتحمرت من تحت ومن الجوانب كمان اتحمرت كويس، نقفل عليها ونفتح الشواية ونسيبها تاخد اللون الذهبي الحلو ده. بص الجلاش طالع مقرمش وحلو جدا، يعني واخد قرمشة حلوة من على الوش ومن تحت، ومن جوه كمان طري. ومن غير بقى ما نفرد طبقات ولا نحط سمنة ولا أي حاجة، هو بالطريقة دي بيطلع حلو جدا. نقطعها وتتقدم وهي سخنة بألف هنا عليكم. حشوة الجبن كمان اللي احنا حاطينها مع الخضار والبسطرمة بتبقى طعمها حلو، وريحتها بتبقى تحفة. جربوها وهستنى تقولي رأيكم فيها، وبألف هنا على قلوبكم مقدما. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بأي فيديو جديد هنزله. وأشوفكم على خير.